السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الحلقة الرابعة من كورس تعلم كاميرات المراقبة الأنالوج. معاكم المهندس محمد حسن على قناتي على السيرفر، وده كله برعاية شركة سمارت وورد، الشركة الرائدة في أنظمة الأمان. هتكلم معاكم النهاردة عن موضوع أساسي جدا، وهو مصادر التغذية الكهربائية للكاميرات. أنا قسمت الحلقة دي إلى 4 نقاط علشان نفهم الموضوع بشكل سهل وبسيط. والنقطة الأولى هتكلم يعني إيه هي التغذية الكهربائية، في النقطة الثانية أنواع مصادر التغذية الكهربائية، في النقطة الثالثة كيفية معرفة التيار المطلوب، النقطة الرابعة نصايح عند اختيار مصدر التغذية. في النقطة الأولى هتكلم يعني إيه هي التغذية الكهربائية. التغذية الكهربائية هي ببساطة المصدر اللي بيوفر الطاقة للكاميرات وأجهزة التسجيل وباقي مكونات النظام. علشان إيه؟ علشان تشتغل، ومن غيرها الكاميرات مش هتقدر تشتغل ولا تعرض صورة ولا أي حاجة. كلام جميل. التيار الكهربائي بيتقسم الى جزئين، هو تيار دي سي واي سي. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان التيار الدي سي هو تيار مستمر، ولكن التيار الاي سي هو تيار متردد. برضه انا ما فهمتش يعني ايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده. الفرق بين التيار المستمر اللي هو الدي سي هو تيار كهربائي بيتحرك في اتجاه واحد وثابت، ما بيتغيرش مع الزمن. يعني هو انا والله انا مطلع 10 فولت فانا 10 فولت ثابت، انا مطلع 12 فولت فانا مطلع 12 فولت ثابت. عكس التيار الاي سي، هو تيار متردد. طيب تيار مستمر اللي هو الدي سي زي ايه مثلا؟ ايه اللي بيطلع دي سي؟ عندنا البطاريات، عندنا الادابتور، عندنا الباور سبلاي. تمام. اما التيار المتردد اللي هو الاي سي هو تيار الاتجاه بتاعه بيتغير باستمرار، تيار مش ثابت. يعني يعني ممكن اوصل موجه مكان السالب والسالب مكان الموجه، مش هيقول لي لا. عكس التيار المستمر النهائي، عكس التيار الدي سي، هو السالب سالب والموجب موجب. تمام. تمام. مثلا زي ايه؟ عندنا في التيار الاي سي مثلا التيار اللي بيوصل لنا في البيت هو تيار متردد. يعني احنا بيجي لنا 220، ممكن ساعات يجي لنا 190، وساعات يجي لنا 220، وساعات يجي لنا 230، وساعات يجي لنا 200. هو تيار مش ثابت. تمام. وكمان احنا لما بنوصله اي جهاز كهربائي احنا بنوصله ولا بنفكره فين الموجب ولا بنفكر فين السالب، فهو تيار متردد. زي ايه مثلا؟ زي التيار الموجود في البيت عندنا، والتيار الموجود في الترانس الموجود في الاجهزه، ولكن هو تيار مش ثابت. تمام. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق الاساسي ما بينهم ان التيار الدي سي هو تيار ثابت الاتجاه مناسب للاجهزه الكهربائيه، ولكن الاي سي هو تيار متغير الاتجاه مناسب للتوزيع، للنقل، للابراج. تمام. اللي بتوزع الكهرباء. الكاميرات دايما تشتغل على دي سي 12 فولت، علشان كده لازم نستخدم محول يغير لنا من اي سي الى دي سي، فبنستخدم باور، حاجه اسمها باور سبلاي او ادابتور. تمام. في النقطه الثانيه هتكلم عن انواع مصادر التغذيه الكهربائيه. زي ما احنا شايفين في الصوره عندنا نوعين من الادابتورات، ادابتور عادي وادابتور تفريعه. ايه الفرق ما بينهم؟ الادابتور العادي هو ادابتور لاستخدام كاميرا واحده او جهاز واحد، ولكن الادابتور التفريعه هو متعدد الاطراف، يعني ممكن يوصل معايا 4 كاميرات بنفس الادابتور. ولكن الاختلاف في شيء واحد، هما الاثنين بياخدوا معايا 220 فولت، بيخرج معايا 12. ولكن علشان انا اوصل عدد كاميرات محدد لازم اختار معايا الامبير. تمام. الامبير المناسب لتشغيل الكاميرات. عندنا نوع تاني من الاجهزه، تمام، من المحولات، اللي هو عندنا حاجه اسمها الباور سبلاي. ايه هو الباور سبلاي؟ الباور سبلاي نفس فكره الادابتور، نفس فكره الادابتور. ايه هو الادابتور؟ الادابتور زي ما احنا قلنا هو بياخد 220 وبيحول 12 فولت دي سي. تمام. هو نفس الفكره، هو بتدخله 220 وبيخرج لنا 12 فولت، ولكن بقدرات مختلفه. بمعنى يعني انا ممكن عندنا باور سبلاي 5 امبير، 10 امبير، 20 امبير، 30 امبير. طبعا الادابتورات مفيش اقصى شيء تقريبا موجود في السوق الا 10 امبير، ممكن ما تلاقوش كمان، يعني موجود في المنتشر اللي هو ال 5 امبير. عندنا نوع ثالث من الباور سبلاي هو الباور سبلاي بوكس. ايه هو الباور سبلاي بوكس؟ هو الباور سبلاي زي ما احنا شايفين في الصوره، هو الباور سبلاي نفس الباور سبلاي ولكن مدمج داخل بوكس بيحميه من ان حد يلعب في الباور سبلاي، يحمي من التراب، من العوامل الجويه. زي ما احنا شايفين في الصوره ان كل كاميرا لها روزيتا، الروزيتا الخضراء. تليها بعد الروزيتا على طول حاجه اسمها فيوز. الفيوز ده لو حصل قفله في الكاميرا هو الفيوز ده بيفرقع، بيطير، بيتحرق، ولكن بيحمي لي الدايره كلها، بيحمي لي الباور سبلاي، بيحمي لي الكاميرات كلها من انها تحصل قفله وتحصل اي مشكله. كلام جميل. طيب انا دلوقتي عندي سيستم كاميرات، فانا بختار الامبير المناسب لانشاء الكاميرات. تمام.
فانا هختار البوكس، هل هختار الباور سبلاي عادي، هل هختار الادابتور. دي حاجه هنتكلموها في النقطه الثالثه اللي هي كيفيه معرفه التيار المطلوب. كل كاميرا زي ما احنا عارفين هي بتحتاج 12 فولت ونص ملي امبير تقريبا. يعني الادابتور العادي الشعبي هيشغل معايا الكاميرا، ولكن على مسافات قريبه وليس مسافات بعيده. يعني ما ينفعش انا اوصل ادابتور من العادي تمام اوصل على مسافه 100 متر 50 متر والكلام ده مسافات طويله بيحصل فقد في التيار. تمام. انا دلوقتي مثال، انا دلوقتي عندي سيستم 8 كاميرات عايز اجيب لهم باور سبلاي، فانا هختار الباور سبلاي على اساس ايه؟ على اساس عدد الكاميرات. انا عندي 8، الثمانيه كل كاميرا زي ما احنا قلنا هو بياخد نص ملي امبير، فنص ملي امبير تمام في الثمانيه هو بيطلع معانا 4 ملي امبير. 4 ملي امبير يعني الباور سبلاي المتقارب ليه يعني ممكن ناخده ادابتور تفريعه 5 امبير او ادابتور او باور سبلاي 5 امبير هشغل معاك مرة بتاعي، ولكن على مسافات متقاربه. يعني الكاميرا 20 متر او 25 متر، فوق ال 25 متر انا اجيب له باور سبلاي 10 امبير. ليه بقى؟ ان انا الباور سبلاي 10 امبير هو شده التيار، الامبير ده هو شده التيار. يعني ممكن يبقى قايس بالافو او بالجهاز هو بيطلع معايا 12 فولت مظبوط والدنيا تمام، ولكن 12 فولت وهمي. الامبير هو بيحافظ على شده التيار، بيحافظ على 12 فولت، هو يعني بيرمي لك ال 12 فولت على مسافات طويله. تاني حاجه عايز اقولها لك ان انا لو اوصل مثلا كاميرا على مسافه 100 متر فانا احتاج لا يقل عن 2 امبير لكل كاميرا. في النقطه الرابعه هتكلم عن نصايح عند اختيار مصادر التغذيه. ايه هي النصايح؟ عايزك تتاكد ان الكاميرا شغاله ب 12 فولت دي سي، مش بتيار اي سي اللي هو ال 220 او ايا كان، او ترانس عادي بيخرج 12 فولت فانت بتوصلها على الكاميرا. لا، يحصل معايا مشاكل، لازم يكون دي سي. عندنا حاجه تانية اللي هو تختار باور سبلاي قدرته اعلى من اجمالي استهلاك الكاميرات. يعني دلوقتي زي ما انا قلت لك انا عندي كاميرا والله هي بتستهلك نص ملي امبير، انا اديها 1 امبير مش هيزعلني، ولكن ابقى انا شغلي في المضمون، انا في الامان. عندنا حاجه تانية تمام ان انا اتاكد من التوصيل بتاعي صح. احنا عرفنا ان هو الاي سي هو بتوصل موجب في سالب، سالب في موجب، هو شغال معاك. ولكن الدي سي ما ينفعش، هو والله بياخد السالب سالب والموجب موجب. الالوان المتعارف عليها في الكابلات اللي هو الاحمر الموجب والاسود اللي هو السالب. تمام. تالت حاجه اتاكد ان انت مش ممشي كابلات الكاميرات جنب كابلات الكهرباء العمومي او الكهرباء التيار العالي. ليه؟ ان هيحصل فيه مشكله في الصوره. ايه المشكله؟ هتلاقي ماشيه فيه نغماشه في الصوره مش ثابته، الصوره فيها مشاكل. ليه؟ ان انت ماشي اصلا ان الكابلات ماشيه مع تيار عالي، ما التيار العالي ده فيه ذبذبه كهربائيه، يعني تلعب في الصوره تلاقي الصوره رايحه جايه، الصوره رايحه جايه مش ثابته، ممكن الصوره تفصل. تمام. وتقول المشكله في الكاميرا، لا، هي المشكله ان انت ماشي الكاميرات جنب تيار كهربائي عالي. اخر حاجه اتاكد ان انت موصل التوصيلات بتاعتك مظبوطه، زي ما احنا قلنا سالب سالب والموجب موجب. تمام. ولاحم صح، انت معاك شريط اللحام تلحم صح، ماشي صح. ليه بقى؟ ان ما يحصلش قفله. المشكله تاكد ان مفيش سلك عريان وانت بتلحم، تاكد ان توصيلاتك صح. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه الرابعه من كورس تعلم كاميرات المراقب الانالوج على قناه على السيرفر. وما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وكان معاكم المهندس محمد حسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.